ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ ما صحيح؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما حسب ما يقول بعض الناس قال لم علم قرآن، هذا الشاب لم علم قرآن، وهذا المطوع لم علم قرآن، يخلى حتى تحت شجرة ولا تحت عنده، لم علم قرآن، ترى ما أنه مهم واجد. لكن الرسول يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأنه كلام الله عز وجل. وحفظ القرآن فيه مصلحة دنيوية وفيه مصلحة أخروية. فالذي يؤتى من رب يوهب القرآن الكريم ويحفظه ويعمل به فكأنما أوتي النبوة لكنه لم يوحى إليه. ويوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عدد درجات الجنة على عدد كيش؟ على عدد آيات القرآن الكريم. فبقدر ما تحفظ من القرآن ترفع درجة يوم القيامة. يقال لك اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، درجة 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 درجة. آخر آية تحفظها من القرآن تكون منزلتك في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمه.